وكأمل في وقت الشدة. وبدأ الناس يتوافدون علينا من خارج المغرب من أراضٍ بعيدة يطلبون منا أن نبسط لهم تجربتنا، وبدأوا يقرؤون ثقافتنا وكتاباتنا ويدرسون أشخاصنا وشخصياتنا. إذا كنتم تريدون أن تركزوا هذا الخير الذي فتحه الله عليكم وجعلكم منتسبين إليه، إذا كنتم تريدون أن تعطوه ألقا حقيقيا وجديدا وتوسعوا من إشعاعه، هذا هو السبيل، هذا هو الطريق. أن تجتهدوا في حسن تعلم دينكم، وأن تجتهدوا في حسن فهم دينكم، وأن تجتهدوا في حسن الالتزام بدينكم، وأن تجتهدوا في تطبيق ذلك في مجال السياسة من الصغيرة إلى الكبيرة. وهذا لا يكون يا إخوان إلا في حالة واحدة: إذا حاولتم أن تقوموا على ما قام عليه الذين سبقوكم. وأنا لا أقول لكم الذين سبقوكم هم عبد الله والضباها والسيس عبد الله اعتماد. الذين سبقوكم هم الذين سبقونا وسبقوكم، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لكل مقام مقال. والذين كتب الله لهم هذا الخير، والذين نحن نحاول منذ 40 سنة تقريبا، ونحن نحاول جهد المستطاع. وها أنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى رغم قلة عددنا، رغم ضعف إمكانياتنا، رغم كثير مما يعاب علينا أو يؤخذ علينا، ترون أن الله سبحانه وتعالى قد بوأنا المكانة التي تعلمون. وبعد أن كان دعاة الفساد والاستبداد يتنبؤون بزوالنا أو تحجيمنا يرفعنا إلى أن نترأس الحكومة ونتصدر العمل السياسي. وشنو بقي خاص؟ هذا هو المثال وهذا هو النموذج، وخاصكم تزيدوا في الطريق. نحن في البداية، نحن في البداية يا إخوان، البداية التي نهايتها هي أن يرفع الله رأس بلدنا، وسيرفع الله رأس بلدنا إن شاء الله. ألا ترون أن جلالة الملك اليوم خطابه خطاب مبشر بأنه في إمكاننا أن نلتحق بالدول الصاعدة. ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كانت هذه الحكومة تسعى في هذا الاتجاه، وهذا نوع من التنويه بها، وقد نوه بها جلالته رسميا وعلانية وبطريقة صريحة. مع الحكومات الأخرى نعم، نحن لا ننكر عمل الذين سبقونا، ورأيتم أن خطاب جلالته خطاب نضالي يطالب فيه الحكومة أن تجتهد لإعادة التوازن إلى المجتمع والالتفات إلى الفئات الفقيرة والمحرومة التي لم تنل نصيبها من التنمية، وإعطائها نصيبها كاملا غير منقوص. وهذا انتصار للمغرب، أن جلالة الملك كان واضحا وأعلن أن نتائج النمو لم تصل بطريقة عادلة إلى كافة أفراد المجتمع، وبقيت شرائح منه محرومة. حين يقول ملك هذا فمعنى أننا والحمد لله في جو من الأمن والهدوء والاستقرار يسمح بمراجعة الذات، ويدعو الجميع للاستقرار
يدعو إلى القيام بالإصلاحات الكبرى والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية حتى لا تبقى الدولة رهينة للمؤسسات المانحة وحتى تخفف مديونيتها، ولماذا لا تزيلها؟ وهذا دليل على أن هنالك اليوم في هذا الوطن استعداد للإصلاح، ولم تبقى الحكومة تخاف من الشعب، ولم يبقى الشعب يكره الحكومة، بل لقد أصبح هنالك جو من التفاهم والانسجام يسمح بالقيام بالإصلاحات الكبرى، وأن الذي سوف يقف في مجال الإصلاحات تتذكر له الدولة والمجتمع والشعب. إننا يا أبنائي ويا بناتي ويا إخواني ويا أخواتي على أبواب مرحلة جديدة. نحن لا نتضايق أن ينافسنا فيها غيرنا، أن تنافسنا فيها الأحزاب الأخرى، لا نتضايق. هذه الحكومة أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة وأن تعالج كثير من الاختلالات التي كانت سابقة غير مقدور عليها ولا يتجرأ للوصول إليها. طبعا لم نعالج كل شيء، طبعا ما زال مشاكل احنا قلناها، باقي مشاكل في المنح ديال الطلبة وفي المستشفيات وفي التعليم وفي حوادث السير وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها. ولكن هاتان سنتان ونصف انطلق فيها القطار، وإذا لم ينتبه الخصوم الذين ألفوا الابتزاز وألفوا المكر والخداع سيتجاوزوا. نحن لا نتضايق إذا نافسنا أحزاب أخرى، ولا نتضايق إذا كانوا يريدون إسقاط حكومتنا. هذه الديمقراطية، احنا قبل الديمقراطية. ولكن بغينا نقول لكم انتم معشر الإخوة والأخوات باش تفهموا المشكل.